do believe. Yes, I do believe. Yes, I see the light. Yes, I see the light. Yes, I find my way back home. I've got heaven in my sight. It's been a long time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أخواني الكرام. معكم أخوكم ناصر السوري من نقابة جنرالات الحرب. أخواني الكرام، موضوع الحلقة اليوم عن الشارات. السؤال بيقول ليش من وين عندك شارات كثير؟ طبعا الشارات لها كذا مكان ممكن نجيب منها الشارات، والمكان الأول اللي هبدأ معكم في اللي هو اللقب. طبعا اللقب كل ما زادت قوتك كل ما زاد لقبك، كل ما أخذت شارات يومية أكثر. تمام. طبعا أنا هون باخد 8800 شارة كل يوم. أما بالنسبة لليوميات والمكافآت اليومية، طبعا مكافأة الدخول اليومية بتاخد تقريبا 500 حسب نوع الشارات، حسب اليوم اللي انت هتدخل فيه وهتكسب فيه شارات مطلوبة. كمان عنا مدخول ثاني لو دخلنا جواهر ممكن يجيبنا شارات. تمام. في عنا مدخول كمان ثاني اللي هو حلبة الأبطال. حلبة الأبطال لو كنت متقدمين فيها بتاخد تقريبا 130 شارة بالساعة، أو 100 بالساعة، أو 50 بالساعة، حسب طبعا الرتبة تبعك. تمام. هاي بالنسبة لموضوع حلبة الأبطال. طبعا ما راح ننسى إنه البعثة هي أكبر مورد للشارات اللي هو البعثة. تقريبا أول بعثة 1750 شارة، واللي بعدها 1800 و1900، واللي بعدها 2000 2500 3000 وانت ماشي. طبعا كل واحد حسب قوته، كل ما كان قوتك أعلى كل ما كان الماي تبعك أعلى، كل ما انت كسبت أكثر في الشارات اللي هي في البعثة والتسجيل اليومي. تمام. كمان عندنا اللي هو في الأهداف حرب النقابات، طبعا بيعطونا الجوائز شارات، وأيضا معركة الشعلة بتعطينا شارات 10,000 شارة تقريبا حسب الانتصار أو الخسارة. وحرب النقابات أيضا بيعطينا شارات. تمام. وأيضا عندنا تحدي زعيم الوحوش اللي هو 1 و2 و3 بيعطينا شارات. تمام. أقصى حد شارات للزعيم 3 اللي هي 14,300. أيضا في عنا مورد اللي هو ميسا الزحف، أقصد الزنزانات. طبعا أفضل زنزانة في العادي اللي هي آخر أو قبل الأخيرة تعطيك 16 شارة و40 شظية. طبعا الخبير اللي هي آخر واحدة أيضا، لكن ما حد يقدر على آخر واحدة تقريبا إلا اللي مع قوات عالية كثير. لكن أنا بنصح بهذه الزنزانة، تعطينا 58 شارة و57 شظية، يعني لا بأس فيها. وفي عندنا المرعبة. طبعا كل ما تقدمنا في المرعبة كل ما أخذنا شارات وشظايا أكثر. أنا تقريبا لحد الآن وصلت على هاي الزنزانة بتعطينا 75 شارة و75 شظية. هاي بالنسبة لموضوع اللي هي الزنزانات. أيضا الشارات تجينا من المستودع، ممكن نشتريها من هنا، لكن أنا ما بنصح أي حدا يشتري من هنا لأن تكلفتها راح تكون عالية. يعني 100 شارة ب42 مزايا تعتبر غالية. أنا ممكن أقول لكم إيش تشتروا من هذا المتجر اللي عشان تجيبوا الكتب. ممكن نجيب كتب أفضل من إنك تشتري شارات، اللي هي مثلا الكتب الخضراء أو الكتب البني. هذه الكتب بتجيب شارات أكثر من الكتب الثانية. تمام. طبعا ما راح أقول لكم إنكم تنسوا اللي هي الذهب والمانا، ممكن نبيعه ونجيب منه عن طريقه شارات. تمام. وفي عندنا اللي هو ميسا 3
ميسا 3 فيها بطاقات إكمال المهام. بطاقات إكمال المهام هذه طبعا قليل جدا اللي يستخدمها، فلذلك بيعها أفضل. 300 شارة طبعا حلوين، لا بأس فيهم. هذه تجي في ميسا 3. ممكن نشتري اللي هو حزمة الخبرة، اللي هي تجي في المزايا، ممكن نشتريها أفضل من حزمة الكتب العادية، يعني تجي أرخص منها. يعني لما تشتري حزمة الخبرة أرخص من إذا اشتريت حزمة كتب. نفتح، تعطينا كتب تعطينا كتب اللي هي خضراء، فيها 40 كتاب. كل ما تشتري حزمة يطلع لك 40 كتاب. طيب أنا رح أشرح موضوع مهم جدا، واللي هو أنا يعني عملت الحلقة تقريبا علشانه. الأفضل لو أنت محتاج شارات إنك ما تبيع غير الكتب الخضراء أو الكتب البني. ليه؟ لو إنه الكتاب اللي هو المجلد الملكي اللي يعطينا 50,000 خبرة قيمته 12,000 شارة، تمام؟ 500,000 خبرة لو جينا نبيع 5 كتب اللي هي 500,000 خبرة، طبعا رح يعطينا قديش؟ 12,500. يعني 5 كتب هذه خبرة تساوي كتاب واحد من هذه خبرة. طب هاي 12,500 شارة، لكن هذا أعطانا 12,000 شارة فقط. وأيضا نفس الموضوع، مثلا هذا بيعطينا الكتاب الواحد 2,500 شارة اللي هو 100,000 خبرة. لو جينا نبيعنا 5 كتب من هذا راح يعطينا 2,000 شارة، لكن هون الكتاب البني أعطانا 2,500، فنحن هون كسبانين 500 شارة إضافية. ما يساوي الكتاب البني هو الكتاب الأخضر. لو جيت تبيع 100 كتاب أخضر راح تشوفوا إنه بيساوي نفس السعر اللي هو 2,500 شارة، وهذا يعطينا 2,500 شارة، يبقى هذا وهذا متساويين. لكن لو جيت تبيع الأخضر يعني لو جينا نبيع 10 منه، 10 ب1200، لكن الكتاب من هون ب2400. أقصد 20، معليش أنا آسف. 20 كتاب يساوي كتاب بني، فهذا بيعطيك 2400 شارة، بينما هذا بيعطيك 2500 شارة، فأنت هون تكسب 100 شارة إضافية. طبعا مع الكمية راح يكون الرقم كتير عالي. فهذا أحسن شيء إنه الواحد يبيع الكتب الخضراء والكتب اللي هي الكتب البنية، تمام. هاي بالنسبة ما يهم الشارات الشرف اللي نكسبها في المعركة، في اللعبة. طبعا تجربة الأبطال بتعطينا شعارات، كل ما ارتفعنا في التجربة كل ما أخذنا شعارات أكثر. وأيضا لا تنسوا المهمات طبعا تعطينا على طول شعارات فيها، كل مهمة في شعارات، كل مهمة فيها شعارات. طبعا تقريبا هيك ما ضل شي ولا أي مورد للشعارات غير إنه ممكن نشتريها من عن طريق الجواهر، لكن بحس إنها غالية. يعني 1000 شارة ب50 جواهر، يعني هذا الواحد لو مو مضطر ما في داعي إنه يشتريها. إن شاء الله يكون استفدتوا من الفيديو هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.